عارفين اللحظة اللي بنرجع فيها لحاجة بنحبها؟ أنا راجعة النهاردة لأكتر حاجة بحبها جدا، وحبيت أخدكم معايا في أول خطوة من البداية الجديدة. بعد ما نقلت مكان جديد ورتبت أفكاري، قررت أعمل فيديو مختلف وأخدكم معايا في العالم بتاعي. هتشوفوا شوية تفاصيل بحبها، وهعرفكم على أدواتي اللي دايما بتكون ورا كل فكرة. قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي هاجر وبحب الهاند ميد جدا. مبسوطة إني بشارك معاكم أفكار بسيطة نقدر نغير بيها كل حاجة حوالينا. وعشان تفضلوا معايا في كل خطوة وفكرة جديدة، اشتركوا في القناة، وكمان تابعوا صفحات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك. هتلاقوا كل حاجة معمولة بحب وطاقة إيجابية. مش هطول عليكم كتير، تعالوا يلا نبدأ بأول كرتونة دي ونشوف فيها ايه. أول حاجة شنط الخيش دي. الشنط دي حلوة قوي وبتتقفل بالطريقة دي. كنت مرة حاطة فيها كده يميش رمضان، وكمان تنفع للتوزيعات وممكن نزينها لو حابين. دي علبة كده مش فاكرة بتاعت ايه، بس أكيد هتنفع يعني. المقلمة دي بقى فيها ألوان، وكنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده. والشنطة دي كمان. أي حاجة بقى عملتها معاكم في فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو عشان لو حبيتوا تشوفوها. الزرع ده بقى بحبه قوي. أنا عموما أي زرع أخضر بحب شكله قوي يعني. ده لون ذهبي أكريليك، هو لسه جديد أنا ما استخدمتوش يعني. المقلمة دي كمان السلفر هو اللي اتفعصت. المهم خلينا في الألوان. أنا مجمعة كل الألوان بقى مع بعض كده. أنا جربت كذا نوع من الألوان الأكريليك، ونصيحتي ليكم بقى لما تيجوا تجيبوا ألوان أكريليك، هاتوا نوع كويس كده عشان يديكم تغطية حلوة وشكل كويس. لأن في ألوان كده بتبقى باهتة وخفيفة قوي، فمش هتديكم الشكل اللي انتوا عايزينه. الحاجات دي بقى اللي بتبقى في بوكسات الهدية. الستيكرز دي بقى استخدمتها كتير جدا بصراحة، بحبها قوي، وكمان أشكالها تحفة وكيوت قوي. فيها أشكال كتير جدا. هنا بقى في كل الورق اللي بستخدمه. طبعا الورق فيه منه أحجام وأوزان مختلفة على حسب الاستخدام، بس أنا كل الورق اللي عندي مقاس A4. دي فايلز شفافة كده بتبقى سميكة شوية، بقص منها جزء كده واستخدمه. بالنسبة للورق بقى، في ورق مقوى، ده كله أسود ووزنه 150 جرام. ده ورق تصوير ملون، ده اللي هو بيبقى الورق العادي ووزنه 80 جرام. عندي بقى منه أبيض كمان، وده ورق مقوى بس ملون. دي باكت كده فيها فوم، هي فيها لون دهبي وفضي بس، وده مشترك كده بيتحط في الفيشة، بس هو فيه مخارج كده USB. جوانب الكرتونة دي بقى هتلاقوا فيها كنوز. أكياس ورق، فايل شفافة تاني، بقايا أو قصاقيس ورق كده اللي بتتبقى من أي حاجة بعملها، بستخدم منها كده لو احتجت قطع صغيرة بدل ما اهدر ورقة جديدة. ده فوم جليتر بس ملون. انا بقى بحب الباكت دي بدل المقاس الكبير، هي بتنفع في معظم الافكار وكمان بيبقى فيها الوان كتير. هنا بقى في ورد، ودي كلها الوان فلوماستر وخشب. ده بقى اهم حاجة عندي. المسدس ده مش بقاله كتير معايا، بس هو حلو قوي وفيه تحكم في درجة الحرارة. والنصيحة بقى لما تستخدموا اي مسدس شمع عشان تحافظوا عليه، لازم تستخدموا نوع شمع كويس. الأنواع اللي مش كويسة هتلاقوها مع الوقت كده بتأثر على كفاءة المسدس، وممكن يبوظ منكم بسرعة. عموما أنا بستخدم الشمع التايواني، ده أحسن حاجة جربتها. المشابك دي بقى صغيرة وكيوت كده وبحبها قوي. خافض اللسان ده بقى بيتعمل بيه أفكار كتير قوي حلوة. هتلاقوه بيتباع في الصيدلية، هو سعره مش غالي، وهي بتبقى علبة على بعض كده فيها 100 قطعة. بصوا انا ماليش قوي في القرايه، بس الكتاب ده بجد حلو قوي وهيفيدكم بجد لو حابين تنظموا حياتكم وتلتزموا كده بعادات حلوه. انا لسه ما كملتوش، بس هو حلو فعلا لو حبيتوا تقروه. ده رول ألومنيوم دبل فيس، هتلاقوا منه كتير يعني. شمع. من ضمن بقى الكنوز اللي في الجوانب دي هي علب المنتجات اللي انا بحب جدا احتفظ بيها، بفتحهم كده واطبقهم بالشكل ده عشان ما ياخدوش مكان في التخزين. دي كنت عاملاها معاكم قبل كده من عجينة السيراميك، بس هي للأسف يعني اتفكت كده مع النقل. البوكس ده بقى كان فيه حلويات، بس هو شكله عجبني جدا فاحتفظت بيه. بحب احط فيه بقى الحاجات الصغيرة يعني. في صور مثلا كنت قصاها من مجلات. باترون اي شكل برسمه بحب احتفظ بيه كده عشان لو احتاجته في اي وقت تاني هلاقيه موجود عندي. فهتلاقوا بقى فيه اشكال كتير هنا.
دي مثلا بتاعت الشكل اللي وريته لكم ده. وهنا مجمعة بقى كل الأشكال الصغيرة دي اللي بتتفك من توك أو اكسسوارات. بحب أجمعها كده وممكن بقى أزين بيها أي حاجة تانية. الوردة دي كنت برضو عاملاها معاكم قبل كده. وبحب بقى كمان القطاعات اللي بتكون مع صلصال الأطفال دي، استخدامها مع الفوم كمان بيكون حلو قوي. يعني بس بتحتاجوا ان انتوا تضغطوا بيها شوية كده على الفوم، هتلاقوها بتطبع الشكل وبيتقص بسهولة. الشمع الإلكتروني ده بقى حلو قوي في الديكور، وطبعا آمن جدا يعني، فبحب قوي استخدمه. دي براية وخرامة. الأباجورة دي بقى كيوت قوي، بس هي عايزة تتشحن. هي بتتحرك كده وفيها أكتر من إضاءة. هبقى أوريها لكم بقى لما أشحنها. أكياس خيش تاني بقى ورول كده، مش عارفة بتاع ايه، بس قلت أكيد هينفع يعني. البوكس ده بقى فيه كل ما يخص القماش والخيوط، الكلف، شرايط الستان، أستك، ورد مجفف ملون. في أشكال كتير بقى من الكلف أو الشرايط دي، يعني أنا بحب أستخدمها قوي، بتبقى حلوة يعني، ممكن نزين بيه أي حاجة. وكمان خيط الخيش الرفيع ده أنا بحبه قوي، تقريبا المقاس ده يعني أكتر مقاس بستخدمه. تعالوا بقى ندخل على كرتونة تانية كده ونشوف محتويات. نسيت كمان اقول لكم على جلاد الكتب الشفاف ده، بينفع قوي في تغليف اي حاجة سواء كانت ورق او كرتون يعني، وحابين تحافظوا عليها ممكن تعملوا لها طبقة حماية كده بالجلاد ده. علبة الكاندي دي بقى محتفظة فيها كده بورق بعمله بالخرامة العادية او الخرامة اللي بتعمل شكل الوردة ده. يعني بحب استخدم الورق لآخر قصقصة. بستخدمهم بقى في أفكار كده، هوريكم صورتها بتبقى شكلها تحفة. الكيس ده بقى كنت جمعت فيه حاجات كتير كده، تعالوا نشوفها سوا. في مقصات. المقصات دي كنت جايباها كده طقم مع بعض كده 4 قطع، تعمل أشكال حلوة قوي. هوريها لكم كده على الورق. هو كل مقص كده بيبقى مرسوم عليه الشكل اللي بيعمله، وبتنفع مع الورق أو الفوم وبتدي شكل حلو قوي يعني. المقص الرفيع ده بقى بحب استخدمه لو بفرغ شكل كده فيه تفاصيل كتير، فده بيساعدني جدا يعني. وفي كمان المقص الكبير ده. وبمناسبة المقصات، في عندي كمان مقص قماش، خلينا نطلعه كده مع بعض. بصوا لقيت حبوب السعادة دي، فاكرينها؟ تعالوا كده بالمرة نفتح واحد بسرعة نشوف مكتوب ايه. Forget the mistake, remember the lesson. ماشي. ادي المقص اهو بقى، هو حلو قوي. وطبعا عشان تحافظوا على اي مقص قماش عندكم بتخلوله القماش بس، يعني مش بنقص بيه اي حاجة تانية، عشان يفضل كويس معانا كده ويقص القماش بشكل كويس يعني. كده خلصنا كل المقصات اللي عندي. الكيس بقى فيه شوية أقلام وفرش. فيه أقلام الدوكو دي كمان حلوة قوي، عندي منها الأبيض والذهبي. المفروض كان فيه أسود يعني، بس أكيد هنلاقيه يعني. المهم ان الاقلام دي بقى بتكتب على اي خامة، بتنشف بسرعة، فهي حلوة جدا يعني. في كمان القلم ده خط رفيع كده وبيكتب برضو على كذا خامة. وده قلم خط عربي، شكل السن بتاعه بيبقى كده، وبيبقى فيه منه مقاسات. المقاس ده 3 مللي. الاشكال دي كنت عاملاها كده بالفوم للاقلام الرصاص. هي النجمة اتفكت بس هتتلزق يعني وهتبقى تمام. بس يعني دي اهم الحاجات كده اللي حبيت اوريها لكم. ده بقى ورق كده كنت عاملاه معاكم، عملت له تعتيق كده في فيديو، هتلاقوا فيه الافكار بتاعه تعتيق الورق، هيعجبكم قوي يعني لو بتحبوا الحاجات دي. انا بصراحة كنت عاملاهم عشان كنت عايزة اعمل بيهم زينة كده بشكل معين في دماغي، بس لسه ما عملتهاش، فان شاء الله نعملها مع بعض. دي كانت شنطة ورق كده عملت لها اعادة تدوير، صورتها هتظهر دلوقتي. انا بس شلت الحاجات اللي كنت حطاها فيها دي عشان ما تتبهدلش يعني. بحب احتفظ بقى انا بشنط الهدايا والشنط القماش اللي زي دي، بتبقى حلوة قوي يعني. ودي كنت عاملاها فكرة كده للأطفال، كانت من الكرتون. والفوم ده بيبقى شيتات كده أكبر شوية من اللي وريتهولكم، بس برضو بيبقى ملون عادي مش جليتر. جوه الكرتونة بقى في شنطة صغيرة كده مجمع فيها صلصال الفوم بالأدوات بتاعته. العلبة دي بقى فيها قصايص فوم كده عشان لو احتجت برضو قطع صغيرة اخد منها على طول. والعلبة دي فيها غيرة جليتر، استخدمتها برضو معاكم قبل كده، وعندي منها 3 ألوان، وهي بصراحة فكرتها حلوة قوي. وده الجليتر الملون العادي، هو بيتباع كده في المكتبات، بيبقى فيه منه كذا لون. ودي أشكال كده نجوم وحاجة شبه السبرينكلز كده، بتبقى حلوة قوي برضو. العلبة دي أنا كنت راسمة عليها كده، وده نانو تيب جليتر.
العلبة دي برضو كنت عاملاها في فيديو معاكم، حاطة فيها بقى المشابك دي. على فكرة هي المشابك دي بيتباع منها كمان ملون، بس انا بحب اجيبها باللون الخشب ده لان بحب استخدمه كده، ولو حبيت الونه يعني ببقى حابة ان انا الونه على حسب اللون اللي انا عايزاه. العلبة الكيوت دي بقى تقريبا كان فيها قطن يعني، بس انا مجمعة فيها بقى العيون الجاهزة دي. عندي منها الاسود في 3 مقاسات، في كمان العيون الملونة برضو فيها 3 مقاسات. هي بتبقى حلوة قوي وشكلها كيوت جدا في الاستخدام. ده بكر تاني بقى من دبل فيس ودباسة، سفنجة مواعين كده كنت عاملاها معاكم برضو في فيديو، والمقلمة دي كمان. وعلبة الدوا دي كالعادة يعني قلت أكيد هتنفع فاحتفظت بيها، هي والعلبة الصغيرة دي. ده تيب ورق، قلم رصاص، فرش بقى بمقاسات مختلفة. وقشر الفستق ده بقى بحب أجمعه كده، وعملت بيه قبل كده فكرة، وفي أفكار تانية ممكن نبقى نعملها إن شاء الله. الكيس ده بقى فيه الحاجات اللي أنا مش عارفة أحطها فين، تحسه كده عامل زي درج الجزامة مليان حاجات ملهاش علاقة ببعض يعني. فهتلاقوا فيه بقى علب صغيرة كده، صنفرة، حلقات الستاير، أغطية بلاستيك، بقايا توك أو إكسسوارات. المهم إن أنا مجمعة فيه حاجات كده كتير مع بعض يعني، ومش عاملة لي كركبة. فلما احتاج بقى في أي فكرة قطعة بشكل معين يعني بفتح الشنطة دي بقى وأدور فيها. دي بقى الكرتونة المحببة لقلبي، فيها كل ما يخص الجورنال أو البيبر ارت عموما يعني. فعشان نديها حقها أنا هخليها فيديو لوحدها نتكلم بقى عنها بالتفصيل وأوريكم كل الحاجات اللي جواها، وكمان عشان في أفكار كتير قوي حابة أديها لكم يعني من جوه البوكس ده. فاستنوا بقى فيديو قريب قوي عن البوكس ده لوحده. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. مبسوطة قوي انكم كنتوا معايا في الجولة دي، ومبسوطة انكم دخلتوا العالم بتاعي. من هنا بقى قبل اول خطوة هنبدأ سوا ان شاء الله. واول خطوة هتكون اننا هنرتب المكتب وهنزينه مع بعض، وهيبقى المكان اللي هعمل لكم فيه افكار بسيطة قوي بس بجد هتفرق، هتغير مزاجنا وتغير بيوتنا وادواتنا، وهتخلينا نحس ان الحاجات الحلوة حوالينا مش بعيدة ولا مكلفة ابدا. أتمنى أن القناة بتاعتي تكون دايما مرجع ليكم، وتشاركوني كل اللي بتحبوه ومحتاجينه، عشان دايما أعمل لكم كل اللي يساعدكم ويساعدكم. استنوني الفيديو الجاي عشان لسه في حاجات كتير قوي هتتعمل إن شاء الله. نتقابل على خير ويومكم سعيد.